أحبائي الصغار، سنتحدث اليوم عن ترشيد المياه. هل أنتم جاهزون؟ هيا بنا. رأت لينا الصنبور مفتوحا، أغلقته لتوفر المياه. ملأ الوعاء بالماء وأقفل الصنبور. انظروا إلى جاد كيف يقفل الصنبور لينظف الصحن بالليفة والصابون، وبعدها يغسله بالمياه، لأنه إذا ترك الصنبور مفتوحا فهو يهدر المياه. هكذا أخبرته قطرة الماء. جاد ينظف أسنانه بالفرشاة والمعجون، ولكنه يقفل المياه ويستخدم كوب الماء ليترغرغ من الصابون. بواسطة المرشة سقى جاد النباتات دون أن يهدر المياه. وهنا جاد قام بغسل الخضار، ولكنه لم يرمي المياه بل استخدمها مرة ثانية. أتعرفون ماذا فعل يا صغاري؟ سقى بها النباتات لكي تنمو وتكبر. أراد جاد أن يغسل سيارة والده. أتعرفون ماذا كانت تقول له قطرة الماء؟ قالت له: اغسل السيارة ولكن لا تهدر المياه. لذلك استعمل الإسفنجة والدلو فغسل السيارة بالماء والصابون، ولم يهدر المياه برشها على الطريق. وبعدها أخذ دوشا سريعا دون هدر المياه. اذكروا 3 أشياء وردت في الفيديو تجعل قطرة الماء سعيدة. ستشاهدون بعض الصور التي تجعل قطرة الماء سعيدة، وهناك أيضا بعض الصور تجعل قطرة الماء حزينة. انظروا إلى هذين الطفلين، إنهما يقومان برش المياه. هل يجعل هذا التصرف قطرة الماء سعيدة أم حزينة؟ هنا الصبي يقوم بتنظيف الأسنان ولكنه يترك الصنبور مفتوحا. هنا جاد وساندي يرشان المياه على النبتة من بقايا المياه التي بقيت في القارورة. تصرفهما يجعل قطرة الماء حزينة أم سعيدة؟ ضع إشارة صح أو خطأ تحت المربعات في أسفل الصور. طفل يملأ الوعاء بالماء. طفل لم يقفل الصنبور جيدا بعد استخدامه. طفل يغسل السيارة دون هدر المياه. طفل يلعب بالمياه وهو يغسل السيارة. طفل ينظف أسنانه ويترك الصنبور مفتوحا، وطفل آخر ينظف أسنانه ويقفل الصنبور.